لو ما شفتش الاختراع ده قبل كده الفيديو ده ليك، كمل لغاية الآخر. لينوفو بروجكت كريستال ده بروتوتايب عملته شركة لينوفو للابتوب بشاشة شفافة، وعرضته في مؤتمر اسمه MWC 2024. طبعا انت أول مرة تسمع عن الاختراع الجميل ده أكيد. احب اقول لك ان شركه سامسونج عملت بروتوتايب برضو للابتوب بشاشه شفافه وعرضته في مؤتمر اسمه CES 2010، وكانت قالت ان هي هتبدا تصنع فيه، بس للاسف لغايه دلوقتي لسه ما صنعوش، يعني كان كلام حماده. كمان شركه LG عملت برضو بروتوتايب لتلفزيون بشاشه شفافه، وده عرضته في مؤتمر اسمه CES 2024، وقالت ان هي هتبدا تصنع فيه السنه دي او السنه الجايه، وده نفس اللي قالته شركه لينوفو بالظبط. فنامل خيرا ان هم يبداوا وينفذوا كلامهم. طبعا انا مش جاي اقول لك ان لينوفو عملت شاشه شفافه، لان ده ممكن يكون في ناس كتير قوي سمعوا عن الخبر ده الشهر اللي فات، لكن اللي انا متاكد منه واراهنك عليه ان محدش يعرف التكنولوجي دي فكره عملها ايه، ازاي اصلا الصوره بتتعرض على الشاشه، وازاي في نفس الوقت الشاشه دي تكون شفافه. فنصيحتي ليك خد فكره واشتري بكره، ويلا بينا نعرف ازاي الصوره بتتعرض على الشاشه. عشان اعرض صوره على الشاشه بحتاج ان انا اقسمها لاجزاء صغيره جدا جدا جدا. الجزء الصغير ده اسمه بيكسل، وهو ده اصغر جزء في الصوره. طبعا مش انت اللي بتعمل ده كله، الكاميرا هي اللي بتعمل ده، وبتقعد تقسم المنظر اللي هي بتصوره لاجزاء صغيره جدا جدا جدا، هي دي اللي اسمها البيكسل، وبعدين تخزنه في ميموري، بعد كده تبدا تعرضه على الشاشه. طب الصوره بقى بتبقى عباره عن كام بيكسل؟ عدد البيكسلز بتختلف على حسب الريزوليوشن بتاعت الصوره، زي ما انت كده بتغير الريزوليوشن او الكواليتي بتاعت الفيديو على اليوتيوب وتخليه مثلا 144 او 240 او 360 او 720 او 1080 او 1440 او 2160. عارف بقى ايه الارقام دي ولا انت بتعملها كده وخلاص؟ تعال اقول لك يا باشا. ال 720 دي اللي احنا بنقول عليها ال HD، معناها ان الصوره طولها 720 بكسل وعرضها 1280 بكسل، بس احنا باختصار كده بنقول عليها 720 عشان ما نوجعش دماغنا. وال 1080 مثلا اللي هي احنا بنقول عليها الفول HD او ال 1K، هي عباره عن صوره طولها 1080 بكسل وعرضها 1920 بكسل، بس احنا باختصار كده عشان ما نوجعش دماغنا بنقول عليها كام؟ 1080. وال 1440 اللي احنا بنقول عليها ال 2K، هي عباره عن صوره طولها 1440 بكسل وعرضها 2560 بكسل، وزي ما قلنا باختصار كده بنقول عليها ايه؟ 1440. وال 2160 اللي هي بنقول عليها ال 4K، دي بتبقى عباره عن صوره طولها 2160 بكسل وعرضها 3840 بكسل. طب البكسل دي بقى عبارة عن ايه؟ البكسل هي لون صغير جدا 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 من الصورة، فلون جنب لون جنب لون جنب لون جنب لون كونت الصورة. طب ازاي بقى اعمل اللون بتاع البكسل الصغير خالص ده وبعد كده اعرضه على الشاشة؟ قالك عشان تكون لون محتاج تعمله من 3 الوان رئيسية، اللي هم RGB، ريد جرين بلو، احمر اخضر ازرق. يعني مثلا لو حطيت 100% من اللون الاحمر على 50% من اللون الاخضر على 0% من اللون الازرق هتعمل لون اورنج. والنسبه المئويه دي هي بتعبر عن شده الضوء، سواء كان الاحمر او الاخضر او الازرق. ولو حطيت مثلا 100% من اللون الاحمر على 100% من اللون الاخضر على 0% من اللون الازرق هتعمل لون اصفر. ولو حطيت 0% من اللون الاحمر على 100% من اللون الاخضر على 100% من اللون الازرق هتعمل لون لبني. اهو ده بقى بالظبط اللي احنا بنعمله في البكسل الواحده عشان نطلع اللون بتاعها. البكسل بتتقسم ل3 اجزاء، اولا الجزء اللي بيطلع لون احمر، ثانيا الجزء اللي بيطلع لون اخضر، ثالثا الجزء اللي بيطلع لون ازرق. وكل جزء بيطلع ضوء شدته بتبدا من 0% الى 100%، وبعدين بنجمع ال3 الوان دول مع بعض في نقطه واحده بس بحيث يكونوا اللون بتاع البكسل اللي هي اصلا نقطه صغيره جدا جدا من الصوره. طب تعالى بقى نخش جوه جزء واحد بس من ال3 اجزاء بتوع البكسل، مثلا اللون الاحمر. ازاي بقى انا بطلع اللون الاحمر؟ في كذا طريقه هقولهم لك من القديم للحديث. اولا البلازما، والبلازما دي هي عباره عن ميكس ما بين غازين، الزينون والنيون. الزينون والنيون بيتحطوا بنسب معينة وبعدين بعرضهم لكهرباء اللي هي الفولتج ديفرنس او فرق جهد يطلع اللون الاحمر، وبعدين بغير النسب ما بين الزينون والنيون واعرضه لفولتج ديفرنس فيطلع لي لون اخضر، وبعدين اغير النسب مرة ثالثة ما بين الزينون والنيون فيطلع لي لون ازرق. وطبعا الشدة اللي انا قلت لك عليها اللي هي بتبدأ من 0% ل 100% دي بتتغير على حسب الفولتج ديفرنس. يبقى انا كده قدرت ان
انا اكون الثلاث الوان الاحمر والاخضر والازرق، وكل واحد بتحكم في الشده بتاعته بحيث ان انا في الاخر اعمل ميكس ما بين الثلاث الوان واكون اللون بتاع ال1 بيكسل. ثانيا ال LCD، وال LCD هي Liquid Crystal Display. هي عبارة عن liquid سائل، نفس فكرة الغاز بالظبط. هو سائل معين لما بتعرضه لفولتج ديفرنس بيطلع لك لون احمر، وسائل تاني لو عرضته لفولتج ديفرنس برضو هيطلع لك لون اخضر، وسائل تالت لو عرضته لفولتج ديفرنس يطلع لك لون ازرق. نفس فكرة الغاز بالظبط، بس هو عبارة عن liquid سائل. ثالثا الليد لايت ايميتنج دايود، والليد هي عباره عن سوليد ماتيريال يعني ماده صلبه. الماده الصلبه دي معموله من السيمي كوندكتورز. طبعا كلنا عارفين السيمي كوندكتورز، وهي اشباه الموصلات اللي بيتصنع منها الترانزستورز اللي هي بتخش في جميع الديجيتال تكنولوجيز دلوقتي. المهم السيمي كوندكتورز دي نوع معين منها لما بتعرضه لفولتج ديفرنس بيطلع لك لون احمر، ونوع تاني لما بتعرضه لفولتج ديفرنس بيطلع لي لون اخضر، ونوع تالت لما بتعرضه لفولتج ديفرنس بيطلع لي اللون الازرق. طبعا انا بتحكم في الشده بتاعه الاحمر والاخضر والازرق عن طريق الفولتج ديفرنس اللي انا بعرضه للماتيريال دي. بعد كده جم عملوا شويه معالجه كده للماتيريال بتاعه الليد وسموها اوليد اللي هي اورجانيك ليد. دي بقى ظبطوا فيها شويه حاجات خلوا اللون يبقى البرايتنس والكونتراست بتاعه احسن بكتير. رابعا المايكرو ليد، والمايكرو ليد هي ليد عاديه خالص، كل اللي هم غيروه ان هم صغروا حجم الليد 100 مره فبقى اسمها مايكرو ليد، وده طبعا هيأثر معانا على الريزوليوشن جامد جدا. يعني تخيل كده لما انت تجيب ال1 بيكسل وتقعد تصغرها 100 مره، ده معناها ان انت اكنك كبرت الكواليتي او الريزوليوشن 100 مره. اهي المايكرو ليد الصغيره دي اللي مش باينه دي خالص، اللي هي جزء من الثلاث اجزاء بتوع البكسل، اللي هي اصلا جزء صغير جدا 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 من الصوره. الماتيريال بتاعتها من خصائصها ان هي ممكن تكون شفافه. فتعالى كده بقى نتخيل السيناريو كله من اوله لاخره. انا دلوقتي عندي مايكرو ليد من خصائصها ان هي شفافه بتطلع لي لون احمر، جنبيه مايكرو ليد شفافه بتطلع لون اخضر، جنبيه مايكرو ليد شفافه بتطلع لون ازرق، يكونوا لي 1 بيكسل بلون معين وفي نفس الوقت شفافه. اهي ال1 بيكسل اللي بلون معين اللي في نفس الوقت شفافه دي لو حطيت جنبها 1 بيكسل تانية بلون معين وفي نفس الوقت شفافه، وحطيت جنبها 1 بيكسل تالتة بلون معين وفي نفس الوقت شفافه، كل دول جنب بعض هيعملوا لي صوره معينه وفي نفس الوقت شفافه. هو ده اللي عملته لينوفو وسمته لينوفو كريستال بروجكت، وعرضته في مؤتمر MWC في 2024. طبعا اللابتوب اللي عملته لينوفو مش بس في شاشة شفافة، كمان في شوية فيتشرز تانية طبعا مش هنتكلم عليها، لان انا اهم حاجة بالنسبة لي ان انا عرفتك ايه هي فكرة عمل الشاشة الشفافة، ازاي الصورة بتظهر على الشاشة وازاي اصلا الشاشة دي ممكن تكون شفافة. فالمهم اتمنى ان لينوفو يكون كلامها صح وتبدأ تصنع في البروتوتايب السنه دي او السنه الجايه، فيا مسهل. حد فيكم هيجي يسالني طب انا هستفاد ايه لما الشاشه بتاعت اللابتوب بتاعي تبقى شفافه؟ الحقيقه انا سالت نفسي السؤال ده وما لقيتلوش جواب، لان مش عارف الصراحه يعني ايه هي الفكره ان الشاشه تكون شفافه. انا ممكن استخدم ده في ايه؟ انا الصراحه مش عارف. فيا ريت كل واحد في مجاله ممكن يقول لنا ممكن استخدم الشاشه الشفافه دي في ايه، لان انا اعتقد ان لينوفو نفسها لسه لغايه دلوقتي مش عارفين هيستخدموا الشاشه الشفافه دي في ايه. شكرا جدا للناس اللي اتفرجت على الفيديو لغايه الاخر، اتمنى تكونوا استفدتوا من اي حاجه. فلو عجبك الفيديو او استفدت منه اعملي لايك واعمل شير، وما تنساش تقولي رايك ازاي ممكن يستفيد من الاختراع الجميل اللي عملته لينوفو ده. واخيرا اتمنى ان لينوفو تكون بتتكلم جد وتبدا تصنع فيه السنه دي او السنه الجايه عشان نشوف هنقدر نستخدمه في ايه، لان انا متشوق جدا لما ينزل نشوف هنستخدمه ازاي. شكرا لكم جدا، سلام عليكم.